القضية. السلام عليكم. بداية أود أن أشكر قناة نارت، القناة الشركسية الأولى بامتياز، على إتاحة هذه الفرصة لي حتى أتحدث عن كتابي القضية الشركسية، اللي بيتحدث عن قضية حية نابضة ما زالت تتفاعل بيننا وتنتظر من كل الشراكسة وكل أصحاب الضمائر الحية في الدنيا أن يساهموا في العمل عليها لإعادة الحق إلى أصحابه. قضية تتعلق بأمة أبيد أكثر من نصفها وما زالت تنتظر تحقيق العدالة. رح أبحث معكم في هذا الكتاب فصول القضية كما تحدثت عنها في الكتاب. بداية رح نحكي عن الأهمية التاريخية، ثم نبحث مفهوم القضية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية وهكذا إلى نهاية الكتاب. اتفقت معظم جمهرة المؤرخين في الدنيا على أن الشراكسة استوطنوا منطقة شمال القفقاس منذ بداية التاريخ المكتوب، وهذه القفقاس هي البلاد الواقعة ما بين بحري الأسود وبحر قزوين، وأن تواجدهم فيها على هذه البقعة وخاصة في الشمال الغربي من القفقاس كان دائما ومستمرا ولم ينقطع، على الرغم من تنوع المساحات اللي عاشوا فيها الشراكسة. فمثلا بلغت مساحة قفقاسيا أو شركيسيا في أوجها حوالي 300 ألف كيلومتر، وكانت تمتد من بحر أزوف إلى بحر قزوين في بعض الفترات، ولكن حاليا هي محصورة في 3 جمهوريات ذات حكم محلي قد لا تتجاوز مساحتها 15 إلى 20% من المساحة الأصلية. ما يعنينا إحنا هو التأكيد مرة أخرى على أن التواجد الشركسي كان قائم ومستمر ولم ينقطع، على الرغم من الصراعات الكبيرة اللي دارت في المنطقة، وعلى الرغم من أنه لوجود بلاد القفقاس في منتصف المسافة بين الشمال والجنوب كانت ممر ومطمع للغزاة منذ أيام الفراعنة وحتى أيام الروس، مرورا بالإغريق والرومان والفرس والتتار والعثمانيين والإمبراطورية العربية والفتوحات العربية الإسلامية إلى الغزو الروسي. علاقة الشراكسة بهؤلاء الناس الغزاة الفاتحين لم تكن ودية ولم تكن سلمية، فقد قاوموهم وقاوموا كل الغزاة، إلا أنه استقر الوضع للروس في منذ 200 عام تقريبا. والأطماع الروسية في بلاد القفقاس بدأت منذ حوالي القرن السادس عشر، لما تزوج القيصر إيفان الرابع اللي كانوا يسموه الرهيب من الأميرة غوشانية غواشا تميروقا، وأسماها الأميرة ماريا عام 1561 في مسعى للتقرب من هذا الشعب. لكن الحقيقة أنه كتب التاريخ ملأة بحركات التمرد الشركسي والثورات والحروب اللي لم تتوقف، والتي تعامل معها الروس بمنتهى القسوة. يعني في بعض الأحيان كانت سرقة حصان من عند الروس تتسبب في قصف قرية كاملة بالمدفعية الثقيلة وإرسال القوزاق لقتل من يبقى واقفا منهم.
كما كان يحلو لي الجنرال يرملوف اللي كانوا يسموه الشركس شيطان يرملوف. الصراع بين روسيا والشراكسة احتدم في القرن الثامن عشر، والسبب كان له عدة أسباب، وهي أولها أنه روسيا كانت ترغب في الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأسود وفي البحر الأبيض المتوسط. أيضا طمعت روسيا القيصرية في الامتداد جنوبا على حساب الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثمانية من الناحية الأخرى، وحتى تهدد جوهرة التاج البريطاني اللي هي الهند من الشمال. أيضا قامت حركة إصلاح في النظام السياسي القيصري، بموجبها ألغي الرق وألغيت الأقنان اللي هم عبيد الأرض، فصار من الضروري على القياصرة الروس أن يبحثوا عن أراضي خصبة زراعية لإيواء الأقنان فيها، فصاروا يتجهوا جنوبا إلى أراضي القفقاس الدافئة والخصيبة. 4، تطورت القوة العسكرية والصناعية الروسية القيصرية، فبالتالي صاروا يبحثوا عن أسواق جديدة وأماكن سيطرة جديدة اقتداء يعني التوجه اللي كان شائع لدى الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا. السبب الخامس الحقيقة هو أن القياصرة الروس رغبوا في إعادة تنصير القفقاس، بمعنى أنه اللي صاروا مسلمين صار في يعني اتجاه لدى القيصرة الروس وأهمهم كاثرين العظيمة الثانية، واللي قالت في يعني تصريح مسجل لها في عدة كتب تاريخ: هؤلاء الجبليين إما أن ينصروا أو يعودوا إلى الأرثوذكسية أو يهجروا. فكانت النتيجة حرب دامت أكثر من 100 سنة، وخسرها الشراكسة لأنهم أولا عدديا أقل، وثانيا لم يكن لديهم دولة صناعية بالمعنى المعروف أمام جحافل روسيا القيصرية، اللي بتقول مصادر التاريخ الروسي على أنها روسيا القيصرية وعلى مدى 100 عام خسرت 1.5 مليون جندي روسي. هلا بعد انتهاء الحرب فرض على الشراكسة التهجير، وهذا التهجير كان حقيقة قاسي جدا، وبحيث أنه هجر الناس عبر الغابات والسهول بدون أي التفات إلى حاجاتهم الشخصية، وبدون النظر إلى حتى من يموت منهم ترك على قارعة الطريق. والذين أوصلوا إلى الشواطئ حتى ينتظروا السفن لتحملهم إلى دار الإسلام تركيا ما وجدوا شيء، وفي كثير منهم ماتوا في العراء وأصيبوا بالأمراض مثل الجدري والكوليرا والماليريا أو الجوع والعطش، لأن روسيا لم توفر لهم أي شيء. الذين هجروا إلى تركيا ولقوا سفن تحملهم اكتشفوا أن هذه السفن لا تصلح لتحميل الناس، فبعضها من غرق وبعضها أوصل إلى تركيا في حالة سيئة جدا. وللأسف كانت السلطنة العثمانية في حالة احتضار، فبالتالي لم توفر للمهجرين الشراكسة أي مأوى أو أي خدمات، فمات كثير منهم على الشواطئ. وعمدت السلطنة التركية إلى أخذ القادرين على القتال إلى جبهات القتال القصية وإهمال مصير الباقين. سيداتي سادتي، نتوقف عند هذا القدر ونكمل معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لإصغائكم.